أنا بتفرج على ماتش سويسرا وايطاليا. يعني ما تخيلتش ان مثلا سويسرا بتلعب المجر، او سويسرا مثلا بتلعب ارزبيجان، او اوزبكستان او باكستان. لان يعني المنظر اللي احنا شفناه النهارده ده، ان سويسرا تلعب كوره وتكسب ايطاليا. مهما كان ايطاليا وحشه، ما بتلعبش كوره، ما فيهاش مواهب، ما فيهاش. ولكن برضو ما يخسروش بالمنظر المسيء ده، لان كان ممكن سويسرا كانت ممكن تكسب حوالي 3 او 4 او 5. وهنقول كمان الفرق من كام معاهم. لان فعلا ايطاليا الماتش ده لا حول له ولا قوه، لا بتهاجم ولا بتدافع ولا بتعمل اي حاجه. فخساره ايطاليا من سويسرا 2-0. فخساره ايطاليا من سويسرا 2-0 عن طريق فويلر وفارجاز. برضه هنتكلم برضه عن ماتش المانيا ان هي كسبت الدنمارك 2-0 في ماتش دراماتيكي من لاعب اندرسون. نتكلم عن اللقطه بتاعت الجول وضربه الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. قبل ما نبدا الفيديو ده يا ريت تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. معاكم حسين الفرة من كام، ونخش على اول ماتش ايطاليا وسويسرا اللي خلص 2-0. خش على الماتش على طول. انا بتفرج على الماتش، حسيت ان سويسرا بتلعب دوناروما. كميه كور شالها دوناروما عن ايطاليا كان ممكن يخلص الماتش حوالي 3 4 مستريح او كمان 5. ايطاليا النهارده بتلعب بالتشكيله اللي انا هوريها لكم النهارده دي، وهوريها لكم دلوقتي. لا اسامي برضو يعني مهما كان، لا ايطاليا ما تخسرش من سويسرا. ولكن ايطاليا من بعد حتى اليورو بتاع 2020 اللي فات اللي كسبوه بتاع ضربات الجزاء بتاع انجلترا، ما صعدوش حتى الكاس العالم. كان جورجينو هو اللي ضيع ساعتها. ولكن مع اسباليتي الموضوع المفروض هو اتغير شويه. اسباليتي اصلا كورته وتفكيره هجوميا. ايطاليا اصلا عموما، ايطاليا اصلا هي كورتها دفاعيه. فانت تيجي يا عم اسباليتي تغير يعني منظومه الكره الايطاليه اللي هي اصلا بقى لها اكتر مثلا يعني 100 سنه. فانت عايز تغير تخليها كره هجوميه. انت النهارده لا هاجمت ولا دفعت. ما اعرفش يعني اللي هم دول يعني الاتحاد الايطالي ده، ولا اللي ماسكينكم دول اصلا هيمشوك ولا لا بعد الكارثه اللي احنا شفناها دي من بطل اليورو اللي يخرج من سويسرا بطريقه مذله جدا، خروج مذل جدا لايطاليا. ايطاليا النهارده فعلا بلا هويه. الايطالي يعني عموما او مشجع الايطالي عموما او الكره الايطاليه بتعتمد على الدفاع والكلاحه بتاعتهم. لان اصلا اي بطوله يدخلها المنتخب الايطالي ما يكونش اصلا المرشح الاول للبطوله. دور الاولاني يعني بيتعادل مع كوم التراب والرمل وكل حاجه، وممكن يتعادل مع اصحابي لو لعبناهم. يجي بقى في دور الاقصائيات، دور بقى ال 16 والثمانيه والنص نهائي والنهائي، بيبقى فرقه تانية. فيعني ان هم برضه يخسروا بالطريقه دي قدام سويسرا، فالموضوع طبعا سيء جدا. الشوط الاولاني زي ما اقول لك ان فعلا دوناروما شال عن يعني ايطاليا جوال كتير جدا. يا جماعه ده دوناروما شال حته دين كوره من راديل في الشوط الاولاني فاول. لا هو اصلا بيلعب وينج رايت بشماله. لا دوناروما شالها يعني يعني بالعافيه. جت في العارضه وجت كورنر. يعني كميه فرص ضايعه. وحتى برضو من اول الماتش ايطاليا اصلا حتى لما بتمسك كوره مفيش خالص اي حاجه، لا هجوم ولا دفاع. يعني اذا كان الشعراوي ولا كيزا او سكماكا اللي هو ساكاماكا، مفيش اي حاجه. نص الملعب يعني كريستانتي باريلا فيجولي مفيش خالص. طبعا برضو مع غياب كاليفوري يعني ماشي. لكن يعني انت ايطاليا برضو في الاول وفي الاخر معاك دارميانو باستوني ومانشيني ودولورينزو، يعني برضو يعتبر اسماء. ولكن ما يلعبوش يعني ده ما جوش اصلا. يعني عايز اقول ان ايطاليا يعني برضو يعني انا بحب ايطاليا لان يعني عارف انا بحب الكره الكرحه شويه، او بمعنى صح يعني ايطاليا تاريخ. فما ينفعش اللي بيحصل معاها ده. خش بقى على الجون الاولاني بتاع سويسرا بتاع فويلر. هعرض لكم الكوره، يعني هعرض لكم الجون اصلا ماشي ازاي. عموما يعني اساسيات الكوره حتى في الماتش ده بتاعت ايطاليا
او المنتخب الايطالي كان مفتقدها، حتى لو هم اميز حاجه يعني الكره الايطاليه في الدفاع، اللي هم احسن بلد بتدافع. الجون الاولاني فضيحه. في اتنين زي ما انت هتشوف دلوقتي، في اتنين فرجاس معاه الجوره اللي هو جاب جون تاني العالمي، فاهم؟ وفي لاعب تاني جنبه، وفي اتنين معاهم من منتخب ايطاليا، ومانشيني لوحده وفيولر معدي من النص، محدش حتى من نص الملعب يعني قال له سلام عليكم حتى. المعلم دخل استلم شاط، تيجي في مانشيني، تيجي في رجل دوناروما، تيجي جول. الجول الاولاني زي ما انت شفته في الفيديو يعني. ففي فراغ اصلا ما بين حتى نص الملعب والدفاع، وكميه يعني اللي هو الارتداد بتاعت لعيبه بتاعت ايطاليا، اللي هو في جولي حتى ويباريلا او كريستانتي ما فيش خالص. اساسيات حتى المركز مش موجوده. زي ما انت شفت الجول ورجعتوا للجول حتى اللي انا هحطه لكم دلوقتي على في الفيديو، مش ممكن يعني. الهدف الاول عن طريق سويسرا 1-0. قلت يبقى في ردة فعل لايطاليا. الدنيا ما اعرفش ايه اللي حصل، ماسكين كوره على الفاضي. الشعراوي عمل فاول، خد انذار عليه يعني، طلعوا نزل زكاني. ده اصلا زكاني ده اصلا ما فيش خالص، اصلا ما فيش منه رجا. كيزا من اسوأ يعني الماتشات اللي انا شفتها لكيزا عموما. سكاماكا اصلا يعني جاب كوره في العارضه. الشوط الثاني اصلا كان ممكن اصلا ايطاليا تتعادل. فقبل ما نخش على الجزء الشوط الثاني، الشوط الاولاني يعني ايطاليا ما عملتش اي حاجه، لا حول ولا قوه. كميه يعني عبث، لا يعني لا هجوم ولا دفاع. الشوط الاولاني يخلص 1-0. خش على الشوط الثاني. الشوط بقى ايه؟ سويسرا عارف انا كده ايه، هديك الكوره وانا هدافع، فاهم؟ وهنلعب على المرتده لو لعبناها، او حتى هنقسم عليكم الكوره وهنلعب 31، وكده كده انت خدت الكوره اصلا ولا هتعرفوا تعملوا اي حاجه اللي انتوا بقى. سباليتي يعني عارف واقف كده، اللي انا انت معلم بتعمل ايه؟ انا حاسس انت ولا بتتكلم مع اللعيبه، ولا حتى مديهم اي جمله تكتيكيه متفقين عليها. كيزا اصلا انا كمان متهيألي ان كيزا اصلا يعني خطورته من ناحيه الشمال اكتر مش اليمين. مفيش حد اصلا بيغذي الهجوم سكاماكا ولا اي حد، ومفيش برضه اسطى حتى في ايطاليا ان هو يقدر يوزع كوره. لان احسن لعيب من بعد بقى الجيل بتاع بيرلو بقى والشباب وجاتوزو وساديرفو وديل بييرو وتوتي والناس دي، هو كان فيراتي حته لاعب ظلم نفسه في باريس سان جيرمان، راح قطر دلوقتي، شاف الاهلي القطري ولا الدحيل مش فاكر يعني. فمتخيل ان اصلا نص الملعب ما فيش حد كرييتيف حتى ان هو يوزع كور، ما عندوش حتى اللي هي سكاننج زي ما بيقولوا المحللين، اللي هو يوزع ويشوف وده بيجري ازاي. تحس انه بياخدوا الكوره منها كيزا مجهود فردي، لورينزو ماشي معاه، درميان على الله. يعني زكاني ده نزل، وزكاني اللي هو الشعراوي حتى كان موجود، ما فيش اي حاجه خالص. كوره بقى جون عالمي هوريه لكم برده تاني في الفيديو. فرجاس جمال الشوط والجمال والارض العالمي. خد يا دوناروما التاني، اسال عن الجون الاولاني ولا التاني. دوناروما احسن واحد في الماتش في ايطاليا. انا عندي قاعده ثابته، اي مدافع او جول كيبر ياخد مان اوف ذا ماتش او عمل ماتش كويس، تعرف ان انت كنت محطوط عليك في الكوره. يجي الجول الثاني لفرجاس 2-0. سويسرا بقى ايه؟ بدهم الكوره. جون طبعا يعني اكيد عالمي وجون جامد، ومفيش حد اصلا حتى يعني فاهم هوشه، جاب على يمينه زي ما انت شفتوا شاطها. الجون الثاني 2-0 لسويسرا. يعني زي ما انتم شايفين يعني الموضوع يعني فاهم سكينه في الحلاوه يعني مع سويسرا. وايطاليا لا حول ولا قوه، حتى برضه لما عملت تغييرات بالجريني بقى والشباب دي، فاهم؟ ماشي قشطه قشطه وكان بياسو وما اعرفش، وعارف اللعيبه كلها كسر كده. انتوا مين يالا؟ دي ايطاليا اللي انا الواحد واقع عليها في 2006. ويعني اول تيشرت ليا كان للمعلم ديل بييرو، ايطاليا رقم 7. فيعني عارف في يعني ايطاليا، لا انا متضايق لايطاليا فعلا. انا كان نفسي ايطاليا تكمل ابعد من كده، ولكن سباليتي ليه راي اخر. الصوره بتاعت سباليتي هو بيقول النشيد الوطني وعامل كده، وبعد ما خسر فاهم بيعمل كده. فيعني سباليتي انت ما اعرفش هل انت هتبقى مشروع فعلا اللي بعد كده لمده 3 4 سنين ولا ايه. الماتش انتهى 2-0. الفوره من 2 يا معلم مع سويسرا. ايه ده؟ في ايه؟ سويسرا كسبت. ازاي كسبوا ايه ايطاليا؟ ولكن
اشد المتشائمين بيقول لك ان اصلا ايطاليا لو كسبت هتكسب بالعافيه في الاكسترا تايم مثلا ضربات جزاء، وفي ناس اصلا ما كانتش مرشحه ايطاليا انها تكسب اصلا سويسرا. وكمان اصلا ايطاليا يعني عموما في المجموعات اصلا بتخسر من طوب الارض. بعد كده ده ممكن بعد الدور اللي بعد الدور الثاني بيبقوا احسن من كده، ولكن سباليتي ورفقائه المعلمين اللي معاهم دول كان ليهم راي اخر. ماتش انتهى 2-0. باي باي ايطاليا. نخش بقى على المكن الالماني والماتش المثير للجدل ان حصل فيه كل حاجه. ايه اللي حصل يا معلم؟ الامطار نزلت من هنا وقفت الماتش، والجول اللي جه بتاع كاي هافرتس بتاع ضربه الجزاء كان في حوار قبليها مع اندرسون. ونخش يا معلم على ماتش المانيا والدنمارك، ونخش على الشوط الاولاني. دخلت الماتش يا معلم، المكن الالماني اشتغل الاودي والبي ام يا باشا والمرسيدس والدنيا ايه نار. توني كروز يرفع كوره لشراتلبرج تيجي جول، الحكم يلغيها، كيميتش يشوط كوره، كاسبر شمايكل يشيلها، كوره بوم شوط ايه فل فل. يعني المانيا ماسكه كوره، الدنيا ماشيه. بعد كده فاهم يعني بقى ايه الدنمارك إيه ماسكه حيلها شويه، معاهم كاسبر شمايكل شال كور كتير، والدنمارك ماسكه نفسها والدنيا كويسه فاهم. وبنلعب على كره واحده اذا كان اوفر او مرتده او اي حاجه. والمانيا طبعا ضغط 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 مفيش فاهم. يعني بي ام على الشمال ومرسيدس على اليمين واودي في النص ومش عارف لو في فولفو معاهم، الماركات بتاعت العربيه كلهم ايه شغالين الله ينور. تيجي كوره لشبيه هالاند بتاع مانشستر يونايتد اللي هو هويلاند، يضيع كوره من هجمه مرتده جميله جدا عملوها الدنمارك من اريكسن، يجيبها ناحيه الشمال يبصيها ناحيه اليمين تيجي لهويلاند. هويلاند يعني الكوره يا عم حطها من فوق نار، الكوره جون 1-0، الماتش هيتقلب وانتوا كمان كلحين. فتلعبوا كره دفاعيه بحته لان انتوا عندكم كمان لعيبه اصلا كحيته وضريبه كويس. يعني هويلاند رفض ان هو يعني يتقدم لمنتخبه على المانيا ويخلص الماتش الشوط الاولاني قصدي 1-0. طبعا يعني حصل طبعا الامطار والكلام يعني عارف، وابو تريكه طبعا طلع شلف لهم كلهم، فيعني الماتش وقف شويه. الشوط الاولاني 0-0. نخش بقى على الشوط الثاني، الشوط الرعب للاعب واحد اسمه اندرسون لاعب كريستال بالاس. هو من لاعب جاب جول وفرحه عارمه لمنتخبه ليه، يعني فاهم نزل اسفل الاسوأ السوء. في الدقيقه 50 يجي جول لاندرسون حلو جميل جدا، واحتفل وبتاع والجماهير احتفلت، وازاي واحد من الجمهور عمل كده وبرق وخلاص 1-0 انت جايب جول عكس سير اللقاء. الحكم يجي له يا عم الصفاره على الفار، راح شاف الكوره الفرق اوفسايد ايه عارف كده، والله العظيم كان كده. الحكم يابا يلغي الكوره عشان ايه؟ عشان بسبوس بتاع الستارز بتاع اللاعب. احي اندرسون يابا قاعد يابا معاه 1000 جنيه كان هجيب جبنه فلامنك والدنيا كانت هتبقى لايصه مايصه. الجون يتلغي، هوبا الماتش يتقلب كوره للمنتخب الالماني على ناحيه الشمال من ناحيه مين يا معلم؟ اندرسون. شوف بقى ايه سخريه الكوره والضحك، الضحك اللي هو الضحك الباكي. ايه اللي حصل؟ كره تترفع من ناحيه الشمال تيجي في ايد اندرسون. انا كحكم يعني انا ممكن ما احسبهاش لان الكوره قريبه جدا اصلا ما غيرتش اتجاه يعني اتجاهها، فالكوره تترفع. طبعا لعيبه المانيا قاعدين يصوتوا وبتاع ما بتاع بسكليتات اصلا. الحكم يصفر يا معلم، اندرسون يا عيني خلاص يعني فاهم جاب ميه من كل حته. الحكم يروح ليابا للفار والواد اندرسون فاهم قاعد يعني اسوأ كابوس للاعب كره قدم. الحكم يشوفها يعمل كده ضربه جزاء اندرسون يا عم، وهو اصلا في دماغه خلاص في كوابيس في دماغه. يخش على كي هافرتس يجيب الجون الاولاني 1-0. المانيا تتقدم، سويسرا في حاله توهان بعد الجول. بعد كده سويسرا قعدت تهاجم، هويلاند ضيع كوره تانية حطها في نص الجون عارف في نوير اصلا انت تجيب فيه جول اصلا لازم يغلط اصلا. عموما هويلاند يشوط كوره كده، بعد كوره برضه عملوها حلو برضه تاني يشوطها نوير يمسكها
سويسرا في حاله توهان من بعد الجول حتى كمان، لان اصلا الخطوط بقت مفتوحه. كي هافرتز ضيع حته كوره، يعني فاهم، يعني من الفهايه كده زي ما بيقولوا، من الفهايه تاكلها بالسكر كده. كوره يحطها كده بين رجله ويجري بيها يصوح الاثنين، هوريها لكم برضو في الفيديو. جري بيها عملت شبايه زي الزفت. الجون الثاني يضيع. كرة تانية برضو سانيه ضيع كرة غريبة من ناحية اللي من هافرتز برضو، من نجوم المباراة في الشوط الثاني كمان، يجري بيها يرجع تاني يعني يسوح فيها شمايكل، يديها لسانيه، سانيه شوطها برجله اليمين جنب العارضة. المانيا ضغطة، المانيا خلاص جابت هتجيب الجون الثاني، وكان هيجيبوا جون ثاني وثالث ورابع. الدنمارك فاهم في حتة تانية خالص، ما يبقى عارف يعني خلاص الجون جاب جون واتلغى، وبعد كده ترجع ضربه جزاء من نفس اللاعب اللي هو اندرسون. فالدنمارك عموما مش شايفه قدامها، فانا ههاجم وخلاص، 1 زي 2 زي 3. وبالفعل الجون الثاني بتاع موسيالا، كوره تتلفع اوفرلاب، يعني جون بلاي ستيشن قوي 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 قوي. موسيالا فاهم خدها استلمها من احسن لعيبه العالم، ولو استمر هيبقى من احسن لعيبه العالم في التاريخ كمان. يجيب الجون الثاني يركنها على شمال الجول 2-0 في ماتش. عارف الشوط الاولاني كان ممكن كمان الدنمارك تجيب تتقدم عكس سير اللقاء، والشوط الثاني برضو جابوا جول عكس سير اللقاء، ولكن الكره حبت المانيا، الفار تدخل. فيعني طبعا الكره طبعا اوفسايد وكل حاجه، ولكن الكره بتاعت ضربه الجزاء انا شايفها من وجهه نظري انا يعني كان ممكن تتعدي عادي ومفيش اي مشكله، ولكن طبعا الحكم حسبها. طبعا المانيا تتاهل هي وسويسرا للدور ال 16. في يعني في مستنيين بقى انجلترا وهولندا وفرنسا، فيعني وجورجيا واسبانيا. فعارف في البطوله ضرب نار. الماتش بتاع فعلا سويسرا وايطاليا كان ضرب نار من ناحيه سويسرا، وطبعا سويسرا لعبت ماتش جامد جدا. اسبانيا والدنمارك كان ماتش برضو عكس سير اللقاء وكان ممتع جدا، دخل فيه طبعا كل الظواهر الطبيعيه زي المطر ووقف الماتش، واجوال عكس سير اللقاء، ولكن يعني كرة حبت صاحب الارض. فبس يعني الفرة كانت مع سويسرا وكانت مع المانيا 2-0 2-0. مفيش سكورات كتيرة طبعا يعني في الماتشين، ولكن كان في مفاجآت كبيرة جدا من ناحية اللعب. بس كده يعني، فلو يعني عجبك الفيديو، لو وصلت للاخر يعني تكرما منك يعني تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. بس كده، سلام عليكم، ومعكم حسين من الفورة من كام. سلام.